مساء الخير. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بحب اوجه رسالة شكر لحضرتك. شكرا على الانجازات اللي انت عملتها فينا، وشكرا على انك انت عمال تطور من بلد كوبري في كوبري. بس عندي ملحوظة صغيرة قد كده. حضرتك سيادة الرئيس، حضرتك كنت بتبني الكباري تقريبا بالمعدات، نسيت ان في شعب دوست عليه. احنا علشان نعيش وناكل ونشرب بنسأل نفسينا معانا كام؟ اللي معاه عيل واتنين عشان يعلمه بكرة مش لاقي يعلمه، مفيش. حضرتك هيقول لي بنخرج من المدرسة اشتغل واصرف على نفسك. انت بترجعنا لورا ايام الجاهلية، ايام ما كان الناس تقولك اللي اتعلم واللي علم ابنه ده ابن باشا وابن بيه. احنا كانت دخلت المدارس علينا، كنا بنجيب اللبس الطقم والطقمين علشان نغير فيهم طول السنة. دلوقتي الناس معهاش تجيب لبس طقم واحد وشنطة واحدة، شنطة ب 400 و 500 جنيه علشان خاطر تودي ابنها مدرسة. احنا دلوقتي ابسط امنياتنا هناكل ايه؟ كيلو البصل ب25 جنيه وكيلو القوطة ب20 جنيه. انا واحدة لا متجوزة ولا مخلفة ولا معايا عيال، بسأل نفسي وبفكر 1000 مرة في اليوم لما اتجوز اصلا اخد الخطوة دي ولا لا؟ وعشان اخدها انا سني وصل للتلاتينات دلوقتي، عشان اخدها ازاي؟ منين؟ اجهز نفسي ازاي؟ مش عارفه اجهز نفسي. بنشتغل بدل الشغلانه 2 و3 وبنطحن نفسينا في عجله اليوم بس علشان خاطر ناكل ونشرب. عشان اتجوز دلوقتي عشان اجيب تلاجة وغسالة وبوتاجاز معدية 70,000 جنيه. يا سيدي مش هجيب حاجة جديدة، مش هجيب حاجة حديثة، مش هجيب حاجة واو، هجيب اللي في مقدرتي وفي استطاعتي. مش هجيب مكنسة، مش هجيب مايكرويف، مش هجيب بتاع. انا عشان اجيب اساسيات واجيب طقم حلل وي الكلام ده كله انا داخلالي في كام؟ في 150-200 الف جنيه. اجيبهم انا منين دلوقتي؟ احنا مش عايزين رفاهيات، احنا مش عايزين نسافر، مش عايزين نركب عربيات، عايزين ناكل وننام عشان يومنا تاني يوم. عشان الساقية اللي احنا عايشين فيها وماشية احنا دايرين فيها، دايرين عمالين نلف وندور فيها دي